تعالوا نعرف ايه اللي حصل في الدرافت النهارده، ونعرف ايه اللي حصل النهارده في فرايدي نايت سماك داون في اسرع وقت. يلا بينا. Best of the best. I'm the greatest universal champion of all time because I smashed everyone. I'm your tribal chief. I'm the head of the table. The most violent, the most diabolical, the most dangerous, a beast slayer, a conqueror's conqueror, the goat of all goats. So that they say at the end of the match, ladies and gentlemen, your winner in God mode himself. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وتشترك في القناه عشان ده بيحفزني جدا اكمل. ويلا بينا نخش على الدرافت بقى عشان الدرافت ده زي الفل يعني. حاجه جامده قوي يعني صراحه. بص يا باشا، عندك الدرافت هنقوله كامل كده. عندك اندرادي راح سماك داون، ايش ستايلز لسه في سماك داون، البلود لاين لسه في سماك داون، الاي نايت لسه في سماك داون، راند اورتن لسه في سماك داون، كاراميلو هايز جه من الانكس تي راح سماك داون، الفا اكاديمي لسه في الرو، شيماس لسه في الرو، روكوشيه لسه في الرو، بروم بريكر اتصعد للرو، جي اوسو لسه في الرو، سيس رولينز لسه في الرو. بس هو ده الدرافت. يعني حاجه جميله جدا 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 أوي. ايه ده، انا قاعد اتفرج اللي هو فين الدرافت يعني. يا فرحتي يعني والله، يعني فين الدرافت حرفيا مفيش حاجه. الدرافت زي ما هو يعني، مفيش حاجه اتغيرت يعني. يا دوبك الناس طلعت من الانكس تي وطلعت على سماك داون او الرو خلاص يعني. بنفتتح بفقرة توقيع العقد اللي هي ايجا ستايلز وكودي رودز. وستايلز بيوجه كلامه لكودي رودز وبيقول له ان هو انهى قصة بشكل عظيم جدا في ريسل مانيا، ولكن فترته باللقب هتنتهي في باكلاش. والاتنين بيسلموا على بعض وكل واحد بيمضي العقد والمباراة رسمية. بول هيمن اعلن ان رومان رينز مش هيشارك في عملية الدرافت وهيكون وكيل حر وانه مش هيرجع قريب. حاجة جميلة. الله يطمنك، الله يطمنك، الله يطمنك حرفيا يعني. لا وكمان كده يعني، وكودي رودز خارج كده فاعلنوا ان كارميلو هايز راح سماك داون. تمام، كارميلو هايز دخل قال كودي ما تيجي تلعبني كده على اللقب كودي. يلا يا اسطى ايش العبك النهارده، الحدث الرئيسي العبك انا. نعم، ايوه نعم. ايه ده، انا ليه اشوف الحاجات دي بعين انا؟ يا ابني روح لعبه في بيتك، انت إيه اللي جايبك هنا؟ انت هتقرفني. ما تظبط يا عم بقى معانا بقى عشان انت والله بتسوق فيه. ده سيس رولينز كانت فترته احسن منك، مش للدرجات دي يا جدع. يا جدع مش للدرجات دي يا جدع. فين رومان رينز؟ في اي حد كان هيعمل فتره احسن من كده. لا، ما الفتره لسه في بدايتها، انا لسه عارف ان انا هستحملك لسه سنتين او 3 سنين قدام. فاظبط معايا عشان مش طايقاك ولا ناقصاك اصلا يعني. يا هو كل ما حد يقول لك تعالى لعبني على اللقب هتروح تلعبه على اللقب؟ هو لقب نورث امريكا يا ابني. انت بتقول ايه يا ابني؟ يا ابني انت ام القرف على الصبح يا عم. يا عم اظبط معانا بقى يا عم، عشان ايه احنا دماغنا تعبانه ومش مركزين معاك. انت الحاله معاك ضنك حرفيا يعني. انت ما تمسكش لقب انت عارف انت تمسك لقب مين؟ يلا انا عرفت لك لقب هتمسكه. تروح بلقب القاب التاك تيم هدي، تروح قشطه روح اتصرف فيه. سيبك من اللقب بتاع العالم ده، انت مش من حقك انك تاخده، او مش شكلك كده تاخد لقب عالم كده كل شويه تلعب لي حد. انا اقصك. بعدها دراجون لي وريمستيريو كسبوا في مباراتهم، وبعدها سانتوس كمان بيدخل وبيعرض لقطات لكاراميلو هايز وهو بيضرب دراجون لي في خلف الكواليس. وانا طبعا كنت عارف يعني حاجه زي كده يعني، كلنا كنا عارفين تقريبا يعني. وكارليتو كده اللي هو غدر بقى بريمستيريو وجري وخلاص يعني. الموضوع كان جميل جدا وحاجه زي الفل يعني. اوكي الفترة، لا هي الفقرة دي كانت حلوة شوية يعني. على فكرة الفقرة دي كانت حلوة شوية مع المباراة قد الاتنين دول 8/10. في الكواليس سولو سكوا بيسأل بول هيمن ليه هو رومان رينز ما شاركش في الدرافت. بيرد عليه بول هيمن وبيقول انه لسه ما حسمش قراره. وفجأة بيه كيفن اونز من ورا وبيهجم على تاما تونجا وسولو سكوا، ويعني بيخشوا في ضرب مع بعض لحد ما يروحوا الحلبة وراند اورتن بيرجع عشان يساعد كيفن اوينز. وبيخشوا كده هما الاربعه في بعض كده شكلها جامده يعني، وبيبقى حاجه جميله جدا يعني.
ودي بيتضح لنا ان العداوة القادمة في باكلاش هي سول سكوا وتاما تونجا ضد راندي اورتن وكيفن اونز في باكلاش. يعني استنوها حاجة جميلة جدا جدا جدا. تعالوا بقى نخش على بقى ايه الوحش اللي بيقعد الماتش بتاعه كله ما بنشوفش منه غير حاجة واحدة بس، سبير. برون بريكر بيخش المباراة، سبير كسب. يلا نخش على اللي بعده. بيدخل كل رضا ضد كارميلو هايز وطبعا بيكسب يعني، وبيخش ايش ستايلز في اخر المباراة وبيبصوا لبعض وبيسلموا على بعض وبينتهي العرض على كده. وفي اخر العرض بعد ما العرض خلص يعني سيم بانك ظهر وسلم على الجماهير وعرفهم ان هو حالته البدنيه بقت احسن من الاول بكتير. عرض زي ما انت شايف كده ملوش اي 60 لازمه، الدرافت ملوش اي 60 لازمه. يا رب ما نشوف بقى الدرافت بتاع الرو يطلع حاجه عدله بقى يعني، لان الدرافت ده زي ملوش اي 60 لازمه زي ما انت شايف كده. اتمنى ان احنا نشوف حاجه عدله بقى. وبس كده نكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لي تحت في التعليقات ايه رايك في سماك داون النهارده. انا هديله النهارده 5 من 10.